تخيل إن جوه مفصلك بيتكون كريستالات صغيرة وحادة زي الإبر، بتجرح المفصل مع كل حركة. تخيلت؟ ده بالظبط اللي بيحصل لمريض النقرس. تعالوا في فيديو النهاردة نعرف ده بيحصل إزاي. السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد مع أحمد أبو زيد. إزاي مرض النقرس بيحصل؟ تعالوا الأول كده نعرف كام حاجة قبل ما نعرف إزاي النقرس بيحصل. في مواد اسمها البيورين بتنتج لما خلايا الجسم تتكسر أو تاكل وتشرب حاجات معينة. مادة البيورين دي لما بتتحلل بيطلع منها حمض اليوريك أو حمض البوليك. الحمض ده بيمشي في الدم وبيخرج عن طريقين، عن طريق الكلية وينزل مع البول وده الطريق الأساسي واللي بيخرج منه معظم الكمية، وفي طريق ثانوي بيخرج منه نسبة قليلة عن طريق الجهاز الهضمي. لحد هنا ده بيحصل في جسمنا بشكل طبيعي. فين بقى المشكلة يا أبو حميد؟ المشكلة إن في ناس معينة حمض اليوريك بيفضل منه كميات كبيرة داخل جسمهم، فبيبدأ نسبته تزيد في الدم، فيحصل ارتفاع في حمض اليوريك في الدم، أو يحصل تكتل للحمض ويكون بلورات حادة. البلورات دي بتروح تقع في مفاصل معينة وأشهرهم مفصل صابع القدم الكبير، وده بيسبب النقرس أو يتراكم في الكلى ويعمل حصوات. وعايزين نفرق هنا بين حاجتين مهمين وهما ارتفاع حمض اليوريك في الدم والنقرس. بالنسبة لارتفاع حمض اليوريك في الدم أو حمض البوليك، ده عبارة عن إن كمية الحمض اللي المفروض تخرج من الكلية ما خرجتش كلها لأسباب كتير، وده أدى إن نسبته ارتفعت في الدم، ومش لازم في الحالة دي يحصل نقرس. بعد اللي قلناه، هتفتكر إن حمض اليوريك من الحاجات المضرة اللي لازم نتخلص منها وما ينفعش تفضل في الجسم، ولكن أحب أفاجئك إن حمض اليوريك مفيد، ولكن بنسب معينة. لو فضل في حدود نسبه الطبيعية فهو مفيد للجسم. المشكلة بتحصل لو زاد عن النسبة الطبيعية. أما النقرس هو إن الحمض نسبته زادت في الدم لدرجة إنه كون بلورات حادة وترسبت في مفاصل معينة أو أنسجة، وده بيسبب التهاب في المفاصل. يعني باختصار مش لازم كل اللي عنده ارتفاع في مستوى حمض اليوريك في الدم يكون عنده نقرس. إيه الحاجات اللي تخليك أكتر عرضة للإصابة بالنقرس؟ زيادة الوزن، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، أمراض القلب، أمراض الكلى، شرب المواد الكحولية بشكل مستمر. ممكن يكون الموضوع وراثي، يعني لو عندك حد في العيلة مصاب بمرض النقرس ده بيخليك عرضة إن يجيلك المرض. بعض أنواع السرطانات زي سرطان الدم، مثبطات المناعة، بعض الأدوية زي مضادات البول والأسبرين بجرعات قليلة، والنياسين بجرعات كبيرة. والنياسين عشان نكون عارفين اللي هو فيتامين بي 3. إنك تاكل أكل فيه بروتين كتير وخصوصا البروتين الحيواني. الأعراض اللي بتظهر على مريض النقرس خلال نوبة النقرس، بيحصل في المفصل المصاب شوية حاجات، تعالوا نعرفها مع بعض. بيكون في ألم شديد، بيكون في احمرار وتورم في المفصل، بيكون في صلابة وصعوبة في تحرك المفصل، بيكون في حساسية لللمس الخفيف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشخص المصاب أثناء النوبة مش هيقدر يستحمل أي حاجة تلمس المفصل المصاب. كمان بيحس بنار واحتراق في المفصل المصاب، يعني باللغة العامية كده بيحس إن المفصل مولع. إزاي أحمي نفسي من مرض النقرس؟ طيب يا أبو حميد، إزاي أحمي نفسي من مرض النقرس؟ بكل بساطة، المشروبات وأنواع الأكل اللي فيها نسب عالية من البيورين هتحاول إنك تاكلها بنسب معقولة، ما تكترش منها. تمارس رياضة، تشرب مية كتير، ودي من أهم الحاجات اللي لازم تعملها. في النهاية، عايزين نقول إن مرض النقرس من الأمراض الشائعة في الرجال، يعني بيحصل في الرجال أكتر من السيدات. ومن المعلومات المغلوطة عند كتير من الناس إن المرض ده بيحصل بسبب أكل اللحوم بكميات كبيرة، وعشان كده بيتقال على مرض النقرس داء الملوك. ولكن المعلومة دي مش صحيحة علميا، لأن مرض النقرس ممكن يحصل لأسباب تانية كتير غير أكل اللحوم، وده ما يمنعش إن أكل اللحوم والبروتينات بكميات كبيرة ممكن يسبب النقرس، ولكن ده مش السبب الوحيد. دي كانت حلقتنا النهاردة وبس كده. سلام.